انا كده عرفنا المكونات بتاعت الكفته. عايزه تعمليها بفراخ ماشي نفس المكونات، عايزه تعمليها بلحمه بس ماشي نفس المكونات، بس انا بحب اخلطهم على بعض، بتدي نعومه وطراوه وبتبقى ايه طعمها حلو. جربوا، انا كنت بعملها كده على طول. معانا بقى 4 حبايات بطاطس حسب ما انت عايزه البطاطس قد ايه. تحتيها بنعملها السم، بنقشرها ونغسلها ونعملها السم كده، يعني بين ولا شيبسي ولا مثلا مش تخنش الشيبسي، اتخن من الشيبسي شويه، عشان طبعا هتستوي على طول، عشان ما تاخدش سوى مش هتاخد سوى الكفته بتستوي على طول. وحطيت كمان على الكفته ربطه بقدونس، خدنا الورق بس حسب ما انت عايزه، بقدونس كزبره، بس البقدونس احلى. وعجناها حلو قوي، عجن جامد. وبعد كده عملت لها الفحمه، وبعد كده دخلتها التلاجة، بعد كده صبرتها. معانا بقى 4 حبات حسب ما انت عايزه قد ايه البطاطس، عايزه تحطي قد ايه ايه، عايزه تحطي مقدار قد ايه. انا جبت 4 بطاطسات كفايه قوي على 8 صوابع كفته دول. وقشرتها وغسلتها، وبعد كده عملتها بالسمك ده اهي. بعد كده غسلتها تاني وصفيتها. معانا بقى بصلة عملتهم جوليان، واحدة بيضة وواحدة حمرا. ومعانا 3 فصوص توم قطعتهم كده. وحطيت بقى البهارات، حطيت ملح وفلفل وكمون وكزبرة. كمون كده ربع معلقة، الكزبرة ربع معلقة، نص معلقة فلفل اسود، حسب الرغبة بقى الفلفل الملح قصدي، حسب الخلق اللي انت حباه. معانا 3 طماطمات صغننين كده، وصلت معايا قرنين فلفل، لو عايزة حامي حطي ده بارد. احطهم كده على بعض. وخلاص حطينا بقى، وحطيت بابريكا برضه. ها 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 هدعك هدعك البصل مع بعضه كده، هعمله مع بعضه كده، هقلبه مع بعض وهعمله كده، هغمره بالبهارات وبالملح كده. بعد كده هشوف هنعمل ايه، وهحط كمان قالب مرق الدجاج. خليكم معايا لغايه ايه. وبعد كده هندعك كده اهو كده اهو. ونقلب كده البطاطس مع بعض. نحط كمان شوية زيت ما يجيش ربع كوباية يعني كده. انا هغير يا جماعة الصينية، عشان الصينية المفروض تبقى مفرودة قوي. خليكم معايا. بص يا حبيبي، انا نقلتها في صينية تانية اهو. قلبت البطاطس مع المكونات، وبعد كده حطيت عليها شوية زيت ربع كوباية. بعد كده رصيت كده الكفتة. بعد كده احط نص كوباية مية، مش عايزين مية كتير. لو احنا لقيناها ما استوتش وشربت مية، نزود شقشاق مية بشقشاق مية مالية، ولغاية ما تستوي على النار. وبعد ما تستوي هنشوف هنعمل ايه تاني في الاخر. هنغطيها كده ونسيبها بقى لما تغلي، هنوطي عليها ونسيبها تستوي مع نفسها. وبعد ما تستوي هنشوف في الاخر هنعمل ايه. خليكم معايا لاخر الفيديو. ما تنسونيش في لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وصلوا لي على النبي في الكومنتات عشان ناخد اجر انا وانتم يا رب. جزاكم الله كل خير. بص يا حبيبي، هنا بعد ما خلصتها هي
حطيتها طبعا على البوتاجاز قدامكم، وحطيت عليها نص كوباية مية مغلية، وغليت وطيت عليها استوت. رحت مولعة الشواية في الفرن، وقمت حطها تحت الشواية عشان تاخد وش كده. بالمناسبة انا كنت لما بشرت البصلة بشرت معاها فصين توم، وعصرت المية بتاعت البصلة جامد، وحطيت على المية طبعا عشان احنا بنصبع بيها. حطيت ملح وفلفل، وحطيت معلقتين زيت ومعلقة صلصة عليهم، بقيت اصبع بيهم كده. هنشوفها دلوقتي اهيت، والبطاطس ايه استوت خالص. صبعتها على انا مصبعها على معلقة خشب اهي. بصوا عاملة ازاي، مفرغة من جوه ازاي، وطرية جوس ازاي.